ناس كتير لما بتسافر بتحط الحلم على الرف، بس في ناس تانية بتاخد الحلم معاها في الشنطة. في حلقة النهاردة معانا فنانة مصرية متغربة كملت طريقها في كندا وسط الدوبلاج والكرتون والفن. تعالوا نسمع حكايتها ونشوف ازاي الشغف ممكن يعيش مهما بعدنا. اهلا يا فاطمه، منورانا النهارده. يا ريت تعرفينا بنفسك كده بريفلي. اولا شكرا جزيلا انكم النهارده مستضيفيني في برنامج ثانك يو سو ماتش ابريشيتد. انا سعيده قوي ان انا هنا. احنا اكتر. انا اسمي فاطمه نجيب، سابقا فاطمه عبد السلام، ده بيعمل لبسه على السوشيال ميديا شويه. انا ممثله كونتنت كريتور، بحب قوي صناعه المحتوى اللي لها علاقه بالستات خاصة. بحب الومن امباورمنت، بحب ان انا اكلم الستات على السوشيال ميديا. في نفس الوقت برضو بعمل ترجمة وانيميشن، وبعمل فويس اوفر كتير وبس. وكتبت بقى مسرحية وعملت شغل كتير، بس انا لما بقعد اوصف كده التايتل بتاعتي تطول احس ان انا زهقت. فانا تعبت احنا مش زهقانين تلاقي. خلينا في ممثلة وصناعة محتوى يعني فور شورت. اهلا بيك. اهلا بيك، ميرسي. قولي لنا كده بقى ازاي او امتى هاجرتي كندا، وكان القرار ده يعني بناء على achieving the career ولا مثلا من العيلة، قرار عائلي؟ قولي لنا كده. ذكريات فوق ال4 سنين. حلاوة البدايات. انا من الناس اللي ما كنتش ابدا اتخيل ان انا ممكن اسيب مصر ابدا ابدا يعني. وبعدين في احد سفرياتنا رحنا بلاد جميله زي هونج كونج وسنغافور وكده، وبعدين شبطنا في النوع ده من السيتيز، المدن اللي فيها شويه نظام. طبعا احنا بنحب القاهره وبنحب مصر جدا، ولكن احيانا الفوضى والصوت العالي بيجيبوا لنا انكزايتي ديس اوردر. وده حقيقه، انا يعني مش بشخص لنفسي يعني. فبعد كده قلنا احنا نفسنا نبقى في مكان هادي ومنظم وكده. طب ايه الاوبشنز؟ وبعدين راح الحان في يوم لقى الاعلانات اللي هي بتبقى اغلبها مزيف، هاجر كندا، كندا مستنيه مهاجرين، بتشحت مهاجرين. وبعد كده قال لي طب ما هي بيشحتوا مهاجرين، ما تيجي نروح. تخيلنا الموضوع سهل، قدمنا اكتشفنا ان هو مش سهل بتاتا. لكن بعد تقديمات على فيز ومحاولات مع الاكسبرس انتري وكده، في الاخر انا جيت كستودنت. وبعد كده الحان وادم جوزي وابني حصلوني بعد بسنه. اهلا وسهلا. شكرا. بقالك 4 سنين صح؟ انا بقالي 4 سنين هنا. طب وانتي بتقرري ان انت تيجي هنا، ما خفتيش من اختلاف اللغه، اختلاف الثقافه؟ احنا بندور على الهدوء، وكندا دي يعني نمبر 1 في الهدوء. ما فيش ضمجي مكانت صح. ايوه احنا بنموت من هدوء. ايه اكتر من لازم. ايوه انا ساعات احب اروح داون تاون عند يونج اند داندس عشان اسمع الجنان والوش يعني بلدي بتوحش. احب اسمع الدوشه الجامده دي علشان احس ان انا ام ات هوم. والمنطقه اللي احنا ساكنين فيها برضو هاديه قوي. فاحيانا الواحد بس السؤال اللي هو ما خفتش اختلاف اللغه والثقافه. من اختلاف اللغه والثقافه. احنا كنا فاميليار قوي بكندا، احنا اتفرجنا على كل سنجل فلوج اتعمل وكل سنجل فيديو اتعمل عن كندا وعن الهجره لكندا. كنا حاسين وكاننا عارفينها كويس قوي. فده كان مدينا نوع من الثقه. بس لما جينا هنا اكتشفنا طبعا الفيديوهات ما بتبينش كل حاجه، والفلوجز وخاصه الفلوجرز وصناع المحتوى اللي بيعملوا السبوبه بتاعتهم على انهم يقولوا الناس تعالوا كندا، بيبينوا الجوانب الحلوه بس في كندا، ما بيبينوش الجوانب الحقيقي فيها يعني تشالنجينج في كندا. فاحنا هنا بقى ناخد التشالنجينج دي البدايه. ويعني انا مش من المهاجرين برضو اللي بيقول احنا قاعدين ومقروفين، احنا قاعدين ايه ده كندا وحشه. كندا جميله واحنا قاعدين علشان احنا سعداء فيها، بس ما فيش مكان بيرفكت يعني. بيرفكت بالظبط. كل مكان له عيوبه يعني. فدفنتلي كان في صعوبات، بس ما كناش عاملين حسابها يعني، ما كناش عارفينها قبل ما نيجي. الثلج مثلا ولا انت كنت واخده بالك؟ كنا عارفين ان في برد وثلج ومتحمسين للثلج. دلوقتي زعلنا منه شويه. بس اللغه احنا بنتكلم انجليزي كويس، ما كناش حاسين ان احنا قلقانين من قصه اللغه. والثقافه كنا فاميليار بيها برضو، لان الثقافه النورث امريكان احنا كمصريين من الافلام، وانا عارفه ان امريكا وكندا مختلفين، بس ستيل هم برضو قريبين شويه عننا. بس في حاجات بالتاكيد
ما كناش نعرفها بقى، عرفناها لما جينا. أيوة. طيب فاطمه، انت ابتديتي الاول لما جيتي كندا دراسه ولا ابتديتي شغل على طول؟ انا جيت على دراسه، رحت هامبرغ كوليدج ودرست كوميدي رايتنج اند بيرفورمانس، اللي هو كتابه وتأدية الكوميديا. وده انا كنت اوريدي، انا درست قبل كده معهد سينما وفنون جميله، وكنت بعمل كونتنت في مصر، وكنت والكونتنت كان يعني في نوع من انواع الكوميديا، وكنت بمثل. وبعدين قلت هبني على ده بان انا ادرس ده هنا، وفي البروجرام ده كمان كان في دراسه تمثيل وكتابه الكوميديا وكلاونينج، يعني اللي هو مهرج يعني، وحاجات كانت مفيده ولطيفه قوي. درسته لمده 2 سنين، ومعاه درست في ذا سكند سيتي اللي هي يعني من اكبر مدارس الكوميديا. فعملت الحاجتين باراليل واتخرجت منهم في نفس السنتين. طب ونقدر نقول بقى كان في ناس بتساعدك، حد ساعدك في الحاجات دي، ولا اعتمدتي على نفسك ان انت تعرفي كل حاجه؟ I know. How did you find البروجرامز دي والكلام ده؟ كان في حد قبليكي جه هنا اداكي خبرته؟ لا، كل بقى الفلوجرز وكل الناس اللي بتتكلم من جوانب، هتيجي ازاي كصيدلي، هتيجي ازاي ما فيش كفنان خالص اطلاقا ما حدش بيقول الجانب ده خالص. common على دي حاجه تانية كمان. يعني that's why it's challenging. عشان كده بقى عايزين نعرف. ايوه. انا حابه اقول لكم كل حاجه. هل بقى حصل لك مثلا صدمه اول ما جيتي بقى كندا، لانك المجال ده مش common، ما فيش حد يليديو؟ انا اصلا بشكل عام تجربه مجيه كندا لوحدي من غير جوزي وابني، ولا ما اعرفش مخلوق، ماليش صديق، ما فيش قريب في كندا، كانت تجربه يعني في الحقيقه صعبه. يعني تفاصيل صغيره، دايما الحته دي بحكيها، تفصيله صغيره زي ان انا مثلا اكتب الامرجنسي كونتاكت بتاعي في الحاجات وما بقاش عندي لاقي حد. دي حاجه غريبه جدا. يعني اكتب مثلا الشخص اللي انا مأجره منه المكان كامرجنسي كونتنت، غريبه جدا. وكنت دايما، ده جانب حزين شويه، بس كنت دايما بخاف على الوقت بتاعي. الناس كلها لازم تبقى عندها حد فعلا، ودي حاجه بنصطدم بيها في هنا فعلا. وما بتيجي بلد غربه خاصه من غير عيلتك، ما عندكيش اصدقاء ولا بتاع، بتحسي طب انا لو جرى لي حاجه. اكتر خوف كان على القط بتاعي، بس بعيدا عن هذه الدراما ننقل على الجانب بس اكبر خوف بقول لو انا جرى لي حاجه القط بتاعي جرى له، ده كان اكبر هم يعني في الحقيقه. بس نفس الكونسبت ده، زي ما حدش ساعدني برضو اجي كندا، وكنت لوحدي هنا تماما، والفيديو كولز مع عيلتي هي كانت اكتر حاجه بتصبرني. بس برضو في شق الطريق في الفن كله بقى اجتهاد شخصي، انا ما عنديش اي فكره عن كل حاجه. برضو مدرسيني كنت بسالهم، وده حاجه ساعدتني قوي، اللي هو ازاي ايجنت، يعني ايه اللي هو ايجنت عن ممثل بالعربي، وكيل الفنانين، وكيل فنانين مثلا او حاجه زي كده. ازاي يبقى عندي ايجنت علشان اعرف اشتغل، ازاي ان انا ادخل المجال اصلا، ازاي احضر. الدنيا هنا غير في مصر. يعني في مصر الكاستنج، وان الواحد يعني بس سيستم مختلف، مش اسهل برضه، عارفه يعني هو مختلف يعني. بس هنا في طريق معين لازم انا اعرفه، ومفيش معلومات قوي عن النت تخص الموضوع ده. فشقيت طريقي بقى في الحته ان انا الاقي ايجنت، ان انا اشتغل، ان انا اعمل شغل باللغه الانجليزيه، لان انا ما كانش عندي الريل، الاكتنج ريل بتاعي كان كله بالعربي. شغلي القديم كله بالعربي. كنت محتاجه اعمل ريل باللغه الانجليزيه عشان اعرف اجيب يعني اشتغل. فده برضو كان شويه تشالنجينج، يعني اشتغل بقى ايه، يعني بروجكتس عند طلبه بيتعلموا لسه الحاجات دي. طيب هل لقيتي يعني طلب على المحتوى العربي او الشرقي هنا؟ يعني انت قلتي يعني كنت بتعملي ريلز بالانجلش وكده، هل لقيتي هنا اماكن او طلب على الشغل انك تعملي حاجه شرقي او عربي في كندا؟ يعني بمعنى اللي هو زي ايفنتس ولا سوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا انا مش محتاجه يبقى هنا. انا بتكلم على حاجات زي الدوبلاج والكلام ده. لا انا ما اشتغلتش هنا حاجه تخص يعني حاجه مع حد بالعربي. اوكي. في البدايه خاصه. بعدين بقى في براندات كبيره مثلا، يعني ده حاجه مؤخرا، براندات كبيره اكتشفت ان هم هنا في كندا لما بييجوا يعملوا اعلان سوبر ماركت مثلا كبير، مش هنقول اسامي بقى غير ما يدفعوا عشان احنا بنحب ده السيستم من فمثلا السوبر ماركت الكبير ده انا ما كنتش اعرف ان، بس يعني كنت فاهمه ان الاعلان اللي في التلفزيون اللي هو باللغه الانجليزيه هو الاعلان الوحيد، لكن في الحقيقه هم بيعملوا اعلان بالهندي وبالعربي وبالكانتونيز وبكل اللغات، وبيحطوها على النت بتارجت اودينس.
صح. فلما اتعرفت كممثله هنا شويه وعرفوا ان انا بتكلم عربي، عملت بقى اكتر من بروجكت من النوع ده، اللي هو اعلان سوبر ماركت كبير او اعلان مثلا منتج معين باللغه العربيه they target الاودينس العرب اللي في كندا. حركه صايعه برضه يعني لانهم عارفين ان في مهاجرين انجليزيتهم مثلا ضعيفه شويه، الجاليات العربيه كمان مهما قضوا سنين. على فكره احنا هنا بنتكلم عربي اكتر من الانجليزي. في مصر ما بنزل بلاقي نفسنا بنتكلم انجليزي اكتر من عربي. هنا كبير جدا فعلا، ما بنحتاجش ان احنا حتى في الريستورانتس وكده على طول بنتكلم عربي. يبقى انتوا في مساساجا اقرب شويه. قربتي. لما باجي مساساجا بحس ان انا في مصر شويه، بدخل المول او كده، بس في تورونتو مش قوي. لا في تورونتو انت عندك تشاينيز معلش. يعني حسب النيبرهود. انت عارفه النيبرهود اللي انا فيها بولش. بجد اوكي. ما بيبتسموش بقى هقول لك خلقهم ضيق مش طب فاطمه ممكن تكلمينا، احنا عارفين دلوقتي ان انت بتشتغلي على فيلم كرتون، ممكن تحكي لنا عن فكرته وايه بالظبط نوع الشغل اللي بتعمليه على البروجكت ده؟ دي حاجه تساعدني قوي عشان بقى عزيزه على قلبي. احنا كنا بدأنا قناه من كام سنه كده اسمها بوبو، وكنا بنتارجت بيها، كانت على اسم الكلب بتاعنا يعني، كنا واخدينه هو المين كاركتر، وكنا بنتارجت بيها البري سكول، وعملنا كذا اغنيه وكده وحطيناهم مؤخرا، والحاجات نجحت وعملت فيوز كويسه وكده. بس باراليل لده احنا بقالنا حوالي 9 سنين كنا بنعمل الصوت، الترجمه والصوت لقناه اسمها Arabian Fairy Tales، مشهوره قوي عندها مليارات المشاهدات يعني على يوتيوب. وبعد كده جينا في لحظه قلنا لازم بقى نزود فلوسنا، يعني مش هينفع، طلبنا فلوس زياده، قالوا لنا ايه روحوا، ما احنا مش عاوزينكم خلاص. وراحوا جابوا ناس تانيين. المهم اكتشفت ان الفانز بيحبوا الصوت اكتر ما بيحبوا الصوره، وعملوا ثوره في الكومنتس وقالوا ايه، لا احنا عاوزين الصوت القديم، عايزين الصوت القديم. قلت ده كنز، انا ما اعرفش ان الناس متعلقه بصوتنا في الحكي. كنت انا بعمل كل الادوار النسائيه، والحان جوزي بيعمل كل الادوار الرجاله. فقلنا احنا لازم نبيلد اون ذس سكسس، وفي شبطان الناس وفي حب الناس للبروجكت ده، ونعمل اور اون بروجكت. فبنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بنعمل مجموعه من القصص منفصله، بس كلها من نوع القصص اللي هو كان يا مكان وفيها حكمه في الاخر، الحاجات بتاعت زمان اللذيذه دي. وسالنا الناس عاوزينها باللغه العربيه ولا العاميه، حصل معارك. حصل معارك ما بين الناس، التيم لغه عربيه وتيم لغه عاميه، فقلنا في الاخر هنعملها باللغتين. وحته الصوت احنا لعيبه فيها تماما، والكتابه، لكن الانيميشن بايديا. يعني زمان لما كنا في مصر كان عندنا تيم وكنا بنعمل الحاجات دي في مكتبنا يعني، دلوقتي ما عندناش تيم. فانا بدات اتعلم انيميشن علشان اعمل ده في البيت كده. بس هو موست بروبلي يعني هو على قده، بس بجد القصه في غايه القوه. يعني انا احط فلوسي على القصه، الانيميشن هتتحملوه بقى لغايه ما نبقى كويسين مع بعضينا يعني على الحاجات. وقلت للناس يا جماعه الانيميشن هيبقى مكحكح، قالوا لي ما يهمكيش يلا بينا. الحاجات دي موجوده دلوقتي وكتير قوي بيعملوها الشركات الكبيره، فالفكره بتاعتكم برضو حلوه لانها بتركز على الحاجات اللي الولاد هتتعلمها او القيم او whatever، فدي يعني هتبقى انترستنج بس من حته تانية يعني. انا من اكتر الحاجات المشهوره هي القصص الكلاسيكس. الكلاسيكس فيها حاجات كتيره انا شخصيا والمفترض ان يبقى كلنا مختلفين فيها، شبه مثلا ان احنا نوصف البنت الجميله بفير سكين، بان جلدها فاتح وشعرها ناعم. طيب ما هي دي قصص مش بتاعتنا. هم القصص دي اتكتبت في اوروبا وبتوصف البنت الاوروبيه، وده تمام، بس جمال البنت الاوروبيه مش هو جمال الوحيد. فاحنا عايزين في القصص بتاعتنا نبقى بنوصف الجمال بتاعنا. وعلشان كمان ولادنا وبناتنا خاصه لما يجوا يتفرجوا على ده يلاقوا نفسهم في القصص دي، لان ديزني بتشحتنا. يعني بعيدا عن ديزني والمراهقه وكده، احنا بنتكلم عن الكلاسيكس بقى وايه والتاريخ. احنا كلنا اتربينا على ديزني، انا شخصيا كنت بعشق ديزني، ولكن هي بتشحتنا عشان تعمل ريبريزنتيشن لينا. ففي ايه؟ ألادن، الأميرة والضفدع، بالظبط، سيلكت فيو، لكن الباقيين كلهم بيحطوا أفكار معينة. أنا شخصيا بقى شايفة لأ، احنا لو ما حكيناش حوادثنا محدش هيحكي عننا. صحيح. وده حتى بطبقه في حياتي كمان بعيدا عن قصص الأطفال. لما كتبت مسرح هنا في كندا، احنا لو فضلنا مستنيين ان هوليوود
تطلعنا تتكلم بصوره عن حلوه، او انا يعني قلبت الموضوع سياسه شويه معلش. لا 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 بس لو فضلنا مستنيين ان الاخر يحكينا حلو في الحدوته مش هيحصل. نيفر. لازم احنا نحكي الحدوته، وده بيحصل من اول ما احنا بنحكي للجيل الصغير لغايه ما بنحكي لنفسنا ونتكلم وندردش مع بعض كمان في القعدات حتى الصغيره. وهم كمان ما يعرفوناش قوي، يعني احنا الحاجات بتاعتنا، احنا التراث بتاعنا، القيم بتاعتنا دي حاجه يعني خاصه بينا، هم مش عارفوا يتكلموا عليها زي ما احنا نتكلم عليها. موافقه معاكي جدا، بس يعني. هضيف على ده حته صغيره، هم اللي هيعرفوه عننا مش هيقولوه. هم عاوزين ناراتيف معين للاسف بيظلمنا، يعني. فاحنا بقى لازم بقى نقول احنا بقى نفسنا بقى احنا نشوف نفسنا، واحنا معلش احنا مش ناقصين سكيل، يعني احنا عندنا كل السكيلز نحكي بقى حوادثنا. بالظبط. عجبتني بقى قصه الهدهد وكنت عايزه اكملها للاخر. انا برضه بحب ادي تيزر. القصه دي قصه جميله قوي، انا هديلكم يعني سكوب صغير قوي عنها، ما رضيتش احكي يعني على الانترنت، بس هي القصه هي قصه طاووس مر بتجربه سيئه جدا لما الناس عرفت قد ايه هو جميل. ففكره ان احنا نبقى مستنيين الاخر انه يدينا الابروفل مش بالضروره هيجي بحاجه حلوه. صح. احيانا كتيره لما بنبين كل حاجه بتاعتنا قدام الناس احيانا كتير نفقد اكتر ما بناخد. دي يعني حته صغيره عن الحدوته، والحدوته على فكره مش على فكره حلوه قوي للعيال. يعني العيال دايما كان طاووس ولا كان هدهد؟ هو طاووس بس في انا شفت هدهد. دي حقيقه. علشان انا اول كاركتر حركته هو الهدهد، فكنت فرحانه بيه بس هو القصه، بطل القصه هو طاووس. والبوينت كلها هي ان احنا ممكن نخلي الحاجات الحلوه تساعدنا، مش لازم نقعد نفرج زي السوشيال ميديا. ايوه، ده على فكره موضوع مهم واتكلمنا فيه كتير ولسه هنتكلم عليه تاني، مؤثر على العيال كلها، مهم للشباب اكتر من الصغيرين اصلا. بيتعبنا احنا نفسيا. طب قولي لنا يا فاطمه، لو في فنانين عايزين بقى يهاجروا كندا، انتي ما لقيتيش حد يحط لك يعني تولز او يديكي تولز ويقول لك تعملي ايه، انتي بقى تنصحي ايه الناس اللي جايه كندا؟ القوانين في كندا كل شويه بتتغير، وانتوا لسه كان عندكم حلقه فيها بتتكلموا عن الهجره وكل الكلام ده، بس هي الطريق اللي انا لقيته طريق مش سهل، بس الطريق موجود. يعني ممكن الواحد يسعى فيه، هو عن طريق الدراسه. لكن دلوقتي القوانين اتغيرت، فانا مش هفتي في الحته دي، انا هقول انا جيت ازاي. انا جيت عن طريق الدراسه، درست 2 سنين، كان ممكن ادرس تمثيل او مسرح او كوميديا، دي الاوبشنز اللي كانت قدامي، وانا اخترت ان انا ادرس الكوميديا. وبعدها خدت الورك بيرميت بتاعي. علشان الواحد يشتغل ممثل هنا لازم يدور الاول، هيشتغل مشروعات صغيره من ابو بلاش، وبعدين يجمع ريل له، او يجمع ريل مش بمعنى السوشيال ميديا، ريل بمعنى فيديو بيفرج الناس شغلي بالظبط باللغه الانجليزيه، عشان ده اللي هنشغلنا هنا. وبعد كده نبدا نبعته للايجنتس، فعلشان ناخد ايجنت كويس علشان في هنا كتير نصابين. اي ايجنت يطلب فلوس يعني نصاب. فالايجنتس كويسين بنلاقيهم على ويب سايت بتاعت اكترا اللي هي يعني النقابه هنا. بننقي بنبعت وهم اللي عايز يشتغل معانا هيبعت لنا باك. ولما يبقى عندنا ايجنت هيبدا يحطنا في اعلانات، في مشروعات، في مسلسلات. ودي الطريقه اكشلي اللي انا عملت بيها المسلسل هنا في كندا. اغلب المسلسلات بتبقى تبع النقابه، فمستحيل حد زيي في الحقيقه يشتغل فيها. ولكن عملوا لي استثناء، ودي حاجه لطيفه جدا. قالوا لا ده هي مناسبه جدا خطيره خطيره الست دي لازم نجيبها في الدور. ودي الطريقه اللي اشتغلت بيها قبل ما يبقى لسه معايا PR او الجنسيه، عشان الحاجات دي للناس اللي عندها PR والجنسيه. بس فهو ده الطريق. بقى ندرس اللي انا اعرفه. ندرس. بس دلوقتي بعد ما اللي هو PGWP او بوست جراديويشن ورك بيرميت ظروفه اتغيرت، ما اظنش بقوا بيدوا البوست جراديويشن ورك بيرميت بعد دراسه التمثيل. حددوها على مجالات معينه، فاللي عاوز يجي بقى دراسه لازم يدرس في هذه المجالات بالظبط. ما اظنش تمثيل واحد منها. بس ما اعرفش بقى يعني دي الطريقه اللي انا جيت بيها. بس القوانين عشان بتتغير فالموضوع بيبقى ساعات مش تريكي شويه. يعني انا جيت من 4 سنين بالطريقه دي، بس اللي هيجي النهارده
لازم يدور بقوانين النهارده ويشوف ايه اللي اتغير ويشوف ايه اللي مطلوب بالظبط علشان ما يتصدمش بقى. بالظبط. طب فاطمه انا عندي سؤال، ممكن اتفضلي. تكلمينا عن تجربه المسرح بتاعتك هنا؟ انا بتهيألي كان في حاجه على فكره عايزه احكي لكم الموضوع ده علشان نفسي كمان ان انا اعزمكم على المسرحيه لما نحطها على الستيج تاني. يا ريت. الله سيليبريشن. اديلكم كده معلومه سريعه عليها. في مهرجان هنا بيحصل في تورونتو اسمه تورونتو فرنج فيستيفال، والفرنج ده بيحصل في اكتر من حته في العالم. هو بيبقى مهرجان بالقرعه، فاحنا بندفع زي $20 كده عشان نقدم فيه، وبيختاروا فنانين بالحظ، مش مبني على جوده النص او كده او اي ظروف انتاجيه تانية او خبره. فدي حاجه حلوه جدا. ليه؟ لانها بتدي فرصه للناس الجديده انها تعمل مسرح وتعمل فن. اتمنى يبقى في مصر يحصل حاجه شبه كده. فقدمت في الفرنج ده واتخذنا في القرعه، وما كانش لسه عندي مسرحيه، كان عندي مشهد واحد كان مكتوب عن واحده ست مهاجره مونولوج كتبته في ورشه، هو ده. وقلت خلاص هي دي هعملها المسرحيه وهسميها المراه التي اكلت الفلافل او ذا وومن هو ايت فلافل. المسرحيه دي لنوعين من الاودينس. النوع الاول هو المهاجرين اللي زينا، ايا كانوا، سواء جايين من بلد عربيه او لا، ودول ناس كتير قوي ريليتد للمسرحيه دي. المجموعه الثانيه هم الناس اللي عايشين هنا، الكنديين اللي بقى لهم كذا جيل، او كنديين البيض خاصه، اللي احيانا ممكن يفكروا بشكل عنصري او يفكروا بشكل كاره للميدل ايست او واخد فكره سيئه عن الميدل ايست. فالمسرحيه بتكلم الاثنين دول في المقام الاول، بس هي بتحكي الجيرني بتاعتي كست فنانه مصريه فيميل جايه من الميدل ايست على هنا ولوحدها ولوحدها بالظبط. بس هي سولو شو بس كوميدي. اوكي، فهي مش سولو شو از انها ممله ان انا هقعد ازهقكم ساعه، لا بالعكس. الناس كانت خارجه بتضحك قوي، والمسرحيه كمان خدت يعني من الكريتكس شويه جمل كده خطيره، يعني بحطها بفخر بيها على السوشيال ميديا يعني، ونجحت جماهيريا بشكل حلو قوي. اللي انا نفسي اعمله بقى هو ان انا اكتبها بالعربي واعرضها مثلا في حته زي ميسيساجا مثلا، اعرضها بجد للجمهور العربي. حسيت ان الاجانب جم اكتر، ما اسمهمش الاجانب، معلش احنا الاجانب انا بنسى بس قصدي يعني الناس اللي غير متحدثه بالعربيه جت شافت المسرحيه قوي قوي، وهي كانت بالانجليزي، وفي ناس كتير عرب جم وتعرفت على ناس كتير وعملت صحاب حلوين قوي من المسرحيه دي. بس انا عايزه برضو اعرضها على الناس اللي ما بتتكلمش انجليزي. ده الحلم اللي انا بحلمه يعني. فاول لما تبقى اون ستيج تاني، انا اتشغلت بكذا بروجكت فما ترجمتهاش لسه، فاول ما تبقى اون ستيج تاني بجد اتمنى ان انتوا تنوروني. اكيد حلوه قوي. كانت برافو عليكي، برافو عليكي. انت بتعرفي تعملي كوميدي بالانجلش برضو، ما دي صعبه يعني، مش سهله. الكوميدي اصلا صعب تعمليه بلغتك، والكتابه نفسها صعبه كمان بقى تحوليها الانجليش. احنا عندناش يعني مش سهله يعني حد يبقى عنده السنس ده. اقول لك على حاجه، انا بتفق معاكي قوي في الراي ده، وبرضو عايزه ارد عليه. جزء منه كان على سؤال في بدايه الحلقه انا ما كملتش الرد عليه قوي. الفكره كلها في الخوف قبل ما اجي، في ان انا كنت بضحك على السوشيال ميديا وبعمل محتوى كوميدي بالعربي وبالمصري، وبقعد اقول هل انا هعرف اضحك لو جيت هنا انا جايه ادرس كوميدي؟ هل انا هعرف اعمل ده بالسكند لانجوج ولا لا؟ وده كان من المخاوف الكبيره قوي اللي عندي. بس بعد كده ادركت ان احنا قد ما الثقافات مختلفه، وتورونتو يعني فيها كل الناس، فيها العالم كله، دي حاجه حلوه جدا يعني. حاجه حلوه في حاجتين، في الثقافه وفي الاكل. الواحد يدوق اكل فكنت دايما قلقانه من حته ان انا هعرف اعمل ده بالانجليزي ولا لا. بس في الاخر استوعبت ان احنا بني ادمين في الاخر، فلقيت ان احنا عندنا ان كومن حاجات اكتر بكتير من اختلافاتنا. بس احنا بنحب نركز على اختلافاتنا عشان نقعد نكره في بعض، لكن احنا عندنا مشترك كبشر كتير قوي قوي. ولما عملت حتى ستاند اب كوميدي هنا بالانجليزي نجح حلو جدا. انا ما كملتوش عشان ما حبيتوش قوي، بس هو نجح بشكل كويس جدا يعني. فقصدي البني ادمين
بس ما بيحبوش يبصوا على الحاجات الكومن. اه لكن لما لقيت الحاجات الكومن عرفت اضحك الناس بيها باللغه التانية. بس مش لازم تدرسي الاول الكالتشر بتاعي، يعني انا برضو بحس ان ساعات الموضوع لما بيبقى اي حد في اي شغل بيبقى فرق الكالتشر مش بيساعد الناس انها تبقى قوي على طبيعتها وتعرف تهرج زي ما هي بتهرج مع نفس الجاليه بتاعتها وكده. فهل دي ما كانتش عقبه بالنسبه لك؟ فرق الكالتشرز ايه اللي بيضحكهم اكتر من عندنا، او عملتيها ازاي؟ ايوه عندك حق، لان في جزء كبير من الكوميديا احنا انسايد جوكس في الثقافه بتاعتنا. أيوة. بالظبط. فانا ده ما اقدرش مش هفهمه لهم، أيوة. لان النكته لما او حتت من افلام احنا طول النهار ناخد ده عمرنا ما هنعمله معاهم، عمرنا ما Yeah. هنعمله بالناس اللي بتتكلمش عربي. ده هيفضل ما بيننا، وده حلاوته بصراحه، وانا عايزاه يفضل ما بيننا كده. احنا بقى هنتكلم عن الموضوعات العامه، يعني احنا ما بنتفرج على مثلا كوميديان زي ريكي جيرفيز او الناس اللي احنا بنحبهم معروفين على مستوى العالم، معروفين على مستوى العالم، بيضحكوا العالم كله لان في حاجات مشتركه في العالم كله. لكن هم ما يقدروش لو اتكلموا بقى على حاجات داخلي ده زي SNL حلو بيضحك وكل حاجه، بس هو امريكا قوي. يعني مش كل حاجه سياسيه او حاجه احنا هنبقى مهتمين بيها بالضروره. يعني فاحنا هنخلي الانسايد جوكس ما بيننا اللي هي افلامنا وهناك. ميرسي خالص يا فاطمه على وقت اللي انت قضيتيه معانا، وان انت جيتي الشو بتاعنا. احنا بجد مبسوطين قوي قوي. دي حاجه تسعدني جدا، وانا بجد استمتعت بالحوار الشيق ده، إحنا وشكرا أكتر. جزيلا على التحضير الحلو ده للحلقه. ميرسي ليكي خالص يا فاطمه. الغربة مش دايما نهاية، ساعات بتكون بداية لحاجة أجمل. لو الحلقة ألهمتكم اعملوا لايك وشير، وقولوا لنا في الكومنت لو سافرت هتكمل في شغفك ولا هتبدأ من جديد.